الساكنه ديال واحد الفيلاج غادي يخرجوا مخلوعين وكيجريو من بعد ما سمعوا واحد الغوات اللي خارج من الدار ديال جارتهم. بكاو الغوات حتى لواحد الوقيته الصوت غادي يتقطع. شنو اللي وقع لهاد الجاره بالضبط؟ من بعد ما فرعوا الجيران الباب لان حتى شي واحد ما كيحل، غادي يتصدموا من المنظر اللي شافوا. جارتهم اللي كانت معاهم مده 20 عام شعله فيها العافيه حتى ولات رماد. واش القضيه كما قالوا الدرك الملكي هي انتحار اولا غتطلع جريمه اللي حتى شي واحد ما كان كيتوقعها؟ السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هاد المره غيبت عليكم بزاف لظروف صحيه، كنت مريضه بزاف ما شكيت عليكم، جاتني بحال كورونا بحال المرض، ما قديت لا نشرب لا دواء لا والو. راكم عارفين لان دابا هذا الشهر ديالي الاخير الناس اللي كيسولوا عليا واش ولدتي، مازال ما ولدتش ان شاء الله. هذا الشهر هذا راني مبقاش ما بقى والو. كنت عاوله نوجد معكم فيديوهات نخليهم لكم، نحط لكم قصص، ولكن مع الاسف مرضت ما قديتش نهائيا نهز انني نصور او حتى نهضر لان الصوت ما كانش كيخرج لي هكا. المهم قولي لي غبرتي، حتى غبرتي جيتي كتشكي علينا. المهم الله يسهل عليكم والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم، دعواتكم معايا. ان شاء الله يدوز كلشي مزيان ونولد على خير وبخير، لان صراحه بدات كتجيني الخلعه. المهم ندوزو مباشره للقضيه ديال اليوم. القصه ديال اليوم غيدونا الاحداث ديالها لسنه 2016 في واحد الدوار فين كانوا الساكنه جالسين مهدنين ما عليهم ما بيهم حتى كيخرجوا من بعد ما سمعوا واحد الغوات اللي كيجيو من واحد الدار اللي حداهم. هذيك الدار كانت ديال واحد السيده اللي جاتهم قديمه مده ديال 20 عام. كيسمعوا الغوات داك الغوات اللي كيسمعوه ماشي ديال ديك السيده، وانما ديال شي واحد في ديك الدار. ديك الصوت بحال اللي كيعرفوه، ولكن في نفس الوقت علاش الباب ما كانش كتحل. الجيران غيبداو كيزدحوا في الباب وكيحاولوا انهم باش يحلوها، ولكن مع الاسف حتى شي واحد ما كان كيحل ليهم. هذيك الوقيته بالضبط غادي يسمعوا الحس باللي تقطع، وهنا فين غادي يقرروا انهم يفرعوا ديك الباب، لان الدخاخن كانوا كيبانوا خارجين من الشرجم وباين ان العافيه شاعله. الفتحه اللي غادي يفتحوا الباب غادي يلقاو قبالتهم جثه متفحمه، عود محطوط على الارض. كل مات واش فعلا الجاره ديالهم اولا شي وحده اخرى؟ هنايا الجيران ملي حلوا الباب كيلاحظوا واحد الحاجه، كيلاحظوا بلي راجل بنتها جاي كيجري من الحمام، هز في يديه واحد المنطه اللي كانت فازقه باش يرميها عليها. ولكن اللي جاهم غريب في الامر ان السيده تحرقات ولات رماد. كيفاش نتايا حتى تحلت الباب عاد جيتي كتجري باش ترمي عليها ديك المنطه؟ هادشي اللي خلاهم ديك الساعات يعيطوا للوقايه المدنيه ويعيطوا للدرك الملكي، لان القضيه كيبان بحال فيها انتحار. الدرك الملكي كي غادي يجيو غيديروا المعاينه ديالهم، فعلا غادي يلقاو السيده اللي سميتها سعيده ولات رماد في الارض، اي ان الجثه باقا ولكن تفحمت لواحد الدرجه ديال انها ما تقدرش تعرف عليها، يعني بحال نقولوا يبسات. هنايا غادي يبان لهم السيد اللي هو راجل بنتها، وبنتها اللي كانت خارجه من البيت ما قاداش تهضر بقوه ديك الغوات اللي كانت كتغوت، لان الصوت اللي سمعوا الجيران كان ديال بنتها. الوقيته اللي دخلوا لقاو الراجل كي قلت لكم هاز المنطه في يدو وجاي كيجري من الحمام باش يدفع عليها العافيه، وبنتها ما كانتش. حتى الوقيته اللي جاو البوليس، هنايا بنتها خرجت من ديك البيت على يديها ورجليها وسخفانه وما قاداش تهضر. هنايا الدرك الملكي غادي يسولوا مباشره راجل بنتها اللي سميتو حسن شنو اللي وقع بالضبط وكيفاش هاد الوقيته كامله والسيده كتحرق وانتم معاها في الدار حتى لاخر لحظه عاد جايب المانطه، وعلاش ما حلتوش الباب، علاش ما عيطوش لينا من الاول؟ هنايا راجل بنتها يقول لهم سيدي انا كنت مخلوع، والسيده يعني حماتي الله يرحمها كانت كتحرق حدا باب الدار، يعني حتى باش نجي نحل الباب فراه مستحيل، لان العافيه كانت شاعله بواحد الطريقه اللي هي كبيره وحنا خفنا، وخصوصا انني ما لقيتش كيفاش غادي ندير نعيط. واخا التليفون كاين ولكن بقيت مبربز، كنشوف المراه حدايا كتحرق ومراتي كتغوت، يعني تخربق لي الدماغ ديالي. ايوا هنايا ديك الوقيته اللي جاو الجيران راهم حلوا الباب وشافوا بعينيهم كل شيء. فعلا الجيران اكدوا الهضره ديال الراجل وقالوا باللي السيده كانت كتحرق حدا باب الدار. ولكن السؤال المطروح، بنتها شنو اللي كانت كدير في البيت؟ ياك هي كانت كتغوت حدا امها؟ واش خافت ورجعت للبيت اولا شي حاجه اخرى في هذه القضيه؟ غادي يهزوا جثه غيبعثوها لمصحه التشريح باش يعرفوا واش فعلا باللي سعيده ماتت منتحره اولا القضيه فيها جريمه اولا شي حاجه بحال هكا.
لان هادشي ما كيدخلش للعقل. وعلاش السيده غتشعل على راسها العافيه وتموت بهذه الطريقه؟ وحنا اللي كنعرفوا اقوى الم في العالم اللي كيجي من بعد الولاده هو انك تموت محروق، يعني حتى شي واحد ما غادي يقدر يصبر لهذا الالم. حتى الا كانت مثلا باغا تصفيها لراسها، كان يمكن لها دير بزاف ديال الطرق غير انها تكب على راسها ليسونس وتشعل في راسها العافيه. وبعد ما هزوا الجثه ديال سعيده وداوها باش يشرحوها، غادي يديو بنتها والزوج ديالها باش يبحثوا معاهم. قولي لنا شنو اللي كتظني ان خلى الام ديالك تموت بهذه الطريقه او لا تنتحر؟ قالت لهم امي مؤخرا كانت مريضه وكانت كتعاني من واحد الاكتئاب اللي هو حاد. شنو السبب ديال الاكتئاب؟ قالت لهم امي كان عندها ديون كبيره، كان واحد السيد كيسالها بزاف ديال الفلوس وماشي اي فلوس وانما ملايين صحيحه، وكان دائما تيقول لها عطيني الفلوس ديالي، ولكن هي شافت راسها بلي ضغطات الفلوس ما عندهاش، الشيء اللي خلاها تدخل في واحد النوبه ديال الاكتئاب، مرضات وطاحت للفراش. وشحال وهي ما كتبغي لا تاكل لا تبغي لا تشرب ونفسيتها كانت مدمره. ولكن ما عمري تخيلت انها شي نهار غادي يضعف الايمان ديالها وتنوض تصفيها لراسها. ايوا راجلك فين كان وانت فين كنتي في هاد الوقيته؟ قالت لهم حنايا ساكنين مع امي ولكن هي كتعيش في الطابق السفلي وحنا كنعيشوا في الطابق الفوقاني. كنا في ديك الوقيته كنتعشاو، قلت عندها قلت لها امي واش تاكلي شي حاجه؟ قالت لها ما قاداش. ورجعت طلعت لداري جلست انا وراجلي كنتعشاو وكنتفرجوا في التلفازه، حتى لواحد الوقيته كنسمعوا التقرقيب وكنشموا ريحه الدخان. خرجنا من البيت هبطنا كنجريو لتحت حتى كنتفاجئوا بديك المنظر اللي كان كيخلع. وامي كانت كتحرق حدا عينينا وما قدينا نديروا لها حتى شي حاجه. حتى الوقيته اللي غادي نطفيو العافيه فراه ما قديناش. بقى حسن كيحاول يكب عليها الماء ولكن مع الاسف العافيه كانت مجهده وما كانتش كتطفى نهائيا. هذه هي الهضره اللي قالت بنتها، وهاد الهضره هذه اكدها حتى راجل بنتها، يعني السيده هي اللي شعلت العافيه في راسها. فعلا كما قالت لهم بنتها ان الايمان ديالها ضعف وانها تعرضت لضغوطات نفسيه من بعد الكريدي اللي كانت كتعاني منه والسيد اللي كان كيقول لها كل ساعه عطيني فلوسي. ولكن هنايا ملي كانوا كيسولوها على الراجل اللي كيسال الام ديالك الفلوس كانت كتقول لهم انا ما عارفاش وما عارفه عليه حتى شي حاجه. امي كانت كتقول لها بان شي سيد كيسالني عندي معاه ديون، ولكن شي حاجه اخرى انا سيدي ما عارفاهاش. جات هاد القضيه غريبه، كيفاش امك نتيا كتسالوها يعني كريدي اللي هو صحيح ملايين اللي هما صحيحه وانت ما عارفاش هاد السيد شكون هو، وعلاش ما دخلتيش معاها وعلاش ما هضرتيش معاه، علاش ما قلتيلوش صبر عليها شويه؟ قالت لهم سيدي انا وامي علاقتنا اش غنقول لك يعني حدوديه، وواخا هكاك ما نقدرش، انا ما عندي باش نساعدها، ما عندي ما ندير، انا كنت كنواسيها في الدار وصافي. الدرك الملكي دابا ما بقى لهم يديروا حتى شي حاجه، لان القضيه كما عاودت لهم البنت كيبان ان الام صفتها راسها بسبب انها ما قدرتش تخلص الديون ديالها وان هادشي تسبب لها في اكتئاب. دابا غادي تسناو التقرير ديال الطبيب الشرعي اللي غادي يخرج واللي غادي تبين من خلاله سعيده ماتت 4 ديال الساعات قبل، ولكن ما ماتتش بالعافيه، ماتت مطعونه بعده طعنات اللي كانت على مستوى البطن. الطعنه اللي تسببت بالوفاه ديالها هي اللي دخلت لها 8 ديال السنتيم على مستوى البطن، قطعت لها الامعاء الداخليه ديالها وعاد بقات مده موراها باش تشعلات فيها العافيه. الدرك الملكي ما بقاو فاهمين والو. اذا هاد السيده هذه ماشي كما قالت بنتها، ماشي صفاتها راسها او حرقات راسها، وانما غالبا شي واحد صفاها ليها عاد شعل فيها العافيه يبين انها ماتت نتيجه الحرق او باش يطمس معالم الجريمه. الملكي غادي يعيطوا مباشره لبنتها ولراجلها وغادي يسولوهم واش متاكدين بلي الام ديالك ماتت محروقه، لان التقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول هضره اخرى. هنا البنت قالت له سيدي انا ما فهمت والو، كيفاش كيقول هضره اخرى؟ قال ليها بان التقرير ديال الطبيب الشرعي كتبين بلي الام ديالك ماتت مطعونه وانتم كتقولوا بلي كانت كتحرق. قلت له سيدي هادشي اللي كاين، انا راك قلت لك سمعنا التقرقيب شمينا ريحه الدخان هبطنا لقينا امي واقفه والعافيه شابطه فيها وديك الوقيته كانت راها جالسه كتحرك، يعني ما كانتش ميته وشي حد شعل فيها العافيه، يعني كانت كتحاول انها تنقذ راسها. ولكن الجيران تيقولوا حنا ما سمعناش الصوت ديال سعيده كتغوت، يعني بنادم كيتحرق فراه اكيد غيكون كيغوت كيحاول انه يستنجد، يعني الحريق واخا تكون هي باغا تحرق راسها راه ضروري غتغوت من الالم. هنايا البنت قالت لهم سيدي هادشي اللي كاين وهاد التقرير ديال الطبيب الشرعي اكيد راه فيه شي غلط. ونفس الهضره قال لهم راجل بنتها، قال لهم بلي هاد التقرير هذا غلط ودابا حنايا مدمرين نفسيا، بنتي ماتت وانتم كتشوفوا مراتي مقهوره على الفراق بامها وانتم بحال شاكين فينا.
هنايا الجدرميه قالوا لهم حنا ما شاكينش فيكم نهائيا، ولكن بغينا نعرفوا لربما ديك الوقيته اللي كنتو نتوما الفوق في الدار ديالكم دخل شي واحد وصفاها ليها. وهنايا الجدرميه كانوا شاكين في واحد الشخص اللي هو السيد اللي كيتسالها الفلوس، لربما من ما عطاتوش فلوسو يقدر يكون بغى ينتقم منها. ولكن البنت كتاكد باللي ما جا حتى شي واحد، ما سمعوا لا دقان، ما سمعوا لا هضره لا كلام. قالت ليهم حنا سمعنا التقرقيب منين هبطنا لقينا مي حدا الباب ديال الدار واقفه وكتحرق، يعني كانت عايشه ديك الساعات. ايوا هنايا الراجل ديال بنتها كيطلب باعاده التشريح، لربما يكون فيه شي غلط. ولكن قلت لكم هذه الجريمه هذه وقعت في سنه 2016، يعني الطب راه متطور وبحال هاد الاخطاء ما يمكنش، ولكن غادي يوليو انهم يطلبوا التقرير الطبي الشرعي من جهه اخرى باش يتاكدوا واش فعلا كانت الوفاه بسبب الانتحار او لا القضيه فيها جريمه قتل. هنايا البوليس شنو غيديروا، او عفوا الجدرميه شنو غيديروا؟ غادي يبداو كيبحثوا في الحومه ديال سعيده، يسولوا الجيران ديالها، معارفها، العائله، باش يعرفوا واش عندها عداوه مع شي واحد او لا شي حاجه بحال هكا. فعلا غادي يبداو يسولوا، غادي يسولوا الجيران ديالها، واللي غادي يقولوا واحد الشهاده اللي كلهم اصلا عارفينها، باللي سعيده كانت واحد المراه مفلسه، او لا غنقولوا واحد المراه اللي كانت كتمتهن الدعاره، او لا غنقولوا مراه كدير الوساطه. يعني الدار ديالها كانت حلها للدعاره والرذيله، وكانت كتدخل فيها الدراري والبنات، كتكري لهم الدار ديالها بالساعه بالساعتين، وكانت كتشد عليها مبالغ ماليه. والجيران ديالها عارفين هذا الشيء مده طويله هذه. دائما ما كانوا كيهضروا معاها وتيقولوا لها حاولي تحيدي لنا هذا الشيء هذا، حنا ناس نقيين محترمين ساكنين لنا عائلات. ولكن هي كانت دائما كتجري عليهم، كتقول لهم دخلوا سوق راسكم. ايوا بنتها عارفه هادشي، هي سيدي عارفه هادشي. بنتها اصلا اغلب الوقت ما كانتش عايشه مع امها، وانما كانت كتهرب عند الجده ديالها مباشره بعد وفاه الاب ديالها، لان الاب ديالها كان واحد السيد اللي هو مفلاس، كان دائما كيضرب سعيده، كيتكرفس عليها، كيجي سكران، كيدير المشاكل. واحد النهار غيوقع له حادثه وغادي يموت. وهنا فين سعيده غتلقى راسها بقات هي وبنتها، وغادي تقرر انها تمتهن هادشي هذا باش تعيش به وتقد تدخل الفلوس. وهنا الجيران كانوا دائما كيعارضوها، ولكن هي كانت كدير اللي في راسها وما كتسوق لحتى شي واحد. عينا سيدي ما نهضروا معاها. مؤخرا راه دخلت للحبس واحد المده ديال شهر وطلقوها، رجعت عاوتاني دخلت للحبس مره اخرى، ولكن المده الطويله اللي خرجت منها هي المده ديال 7 سنين. هاد الهضره هذه كانت مهمه بالنسبه للجدرميه، يعني هاد السيده هذه عندها سوابق، ولا يستبعد يكون شي واحد من دوك الناس اللي كانوا كيدخلوا عندها يكون هو اللي دار لها بحال هادشي، بغا ينتقم مثلا. هنا غادي يرجعوا عند بنتها وغادي يسولوها على العلاقه ديالها مع الام ديالها. بنتها غتقول الهضره اللي قالوا الجيران، وغتقول لهم باللي امي كانت واحد المراه اللي هي فاسده، وكنت دائما انا كنحاول انني ننهيها على هذا الشيء وترجع تشد الطريق وزعما نعيشوا اسره مزيانين. ولكن هي كانت كتقول لها غديري هذا الشيء اللي كنقول لك، لا ما عجبكش الحال غبريك مارتك عليا. وانا سيدي منين كنت صغيره وانا كنعاني من التنمر، كنمشي للمدرسه صحاباتي كيهضروا فيا، كيبقاو يحشيو ليا الهضره، تيقول لي بنت فلانه، يعني السمعه ديالنا سيدي كانت حتى تحت الارض. هنايا الدرك الملكي عرفوا باللي سعيده هي وبنتها علاقتهم ما كانش هي هذيك، خصوصا ان بنتها قلت لكم كانت في اغلب الاوقات كتمشي عند جداتها، يعني كانت دائما كتجلس مع جداتها، ومؤخرا كانت عاشت معاها وحتى دخلات يعني سعيده للحبس عاد باش رجعات. هنايا بنتها هي وحسن يسكنوا في الدار ديال الام ديالها، لان ديك الساعات الدار خاويه واستقروا فيها. ايوا هنايا قالوا لها كيفاش تزوجتي، فوقاش تزوجتي، وهاد السيده هذا علاقتك معاه كي دايره. غتقول لهم بانني انا شحال من مره كانوا كيتقدموا لي باش يتزوجوا بيا، ولكن ملي كانوا كيعرفوا امي كتخدم في الوساطه كانوا كيهربوا. ولكن هاد السيد هذا اللي هو حسن الله يعمر ليه الدار، هذا كيسكن حدا جداتي وعارف الظروف ديالي، وعارفني بلي هربانه وما باغاش هاد العيشه، وعارفني بانني كنت عايشه مع جداتي. طلب يدي انه يتزوج بيا وانا وافقت، وقال ليها تمشي معايا في الطريق اللي انا ماشي فيها ونديرك فوق راسي. دابا نتعرفوا على هاد حسن. هاد حسن اللي ما قلت لكمش انه واحد السيد اللي كان متشدد، عنده اللحيه، ديما عنده التسابيح في يديه، واحد السيد اللي كيبان انه متقي الله اكثر من القياس. ديما ملي كيمشي عندهم الكوميساريه تيكون هاز التسابيح في يدو، ديما كيستغفر، وديما يعني السيد اللي غنقولوا بحال اللي متشدد. هاد حسن هذا سولوا عليه في الحومه، سولوا الناس اللي كيعرفوه وعائلته، كيقولوا هضره وحده، بلي هاد السيد هذا متطرف وبحال غادي نقولوا شيوعي.
حتى الطريقه اللي كان كيهضر بها مع الناس واللباس اللي كيلبس، وتيبقى يقول لهم هذه ماشي هي الطريقه باش كنصليو، هذه غلطه، ماشي هادشي اللي خصنا نديرو. اللي ما كانش كيتبع الخطه ديالو وكيمشي معاه في طريقه كان كيقطع معاه الهضره. يعني واحد السيد اللي غنقولوا كان متشدد اكثر من القياس. اما بالنسبه لمراتو فراها كانت كتبغيه، ومنين تزوج بيها مشات في الطريق ديالو وبغات دير اي حاجه باش يبقى راضي عليها، وفعلا حتى هي ولات معاه بهذا الاسلوب وبهذه الحياه هذه. اي حاجه كيقولها لها كديرها. واخا هو كان رافض انها تكون علاقتها زوينه مع امها، كان رافض انها تجي تسكن مع امها، ولكن غادي يعيا من بعد مده ديال الزواج، غادي يشوف راسو كاريه هو ومراتو، خصوصا غيلقى بان الام ديالها دخلت للحبس والدار بقات خاويه. الشيء اللي غادي يخليهم انهم يمشيو يسكنوا في الدار ديال الام ديالها. 7 سنين في ديك الدار، ولكن امها ملي غادي تخرج من الحبس غادي تجري عليهم وغادي يبداو يوقعوا ثاني المشاكل. لان الام ديالها كي قلت لكم ديك الدار كانت كتكريها باش دير فيها الدعاره. يعني ملي جلس فيها راجل بنتها وبنتها فراهم عمروها، والراجل كي قلت لكم شويه متزمت، يعني ما غيبغيش ان الداخل خارج على مراته وما غاديش يعيش في داك الجو هذاك. هنا ملي جرات عليهم مشاو بحالهم. ولكن مؤخرا قبل ما تموت سعيده رجعوا سكنوا معاها. شنو اللي خلاهم يسكنوا معاها؟ كيفاش راجلها اقتنع ان البنت ترجع تسكن مع امها وامها كي غنقولوا منحرفه، وعلاش رضى على راسو هادشي. وهو كي قلت لكم يعني كينصح الناس وكيدير الخير وتيقول لهم ديروا هادي وفعلوا هادي. رمية من بعد ما خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي الثاني اللي كيأكد 100% بان سعيده ماتت نتيجه طعنات وانما ماشي الحرق، غيواجهوهم بهذا الشيء وغيتهموهم مباشره بان عندهم يد في هذه الجريمه. غيبداو كيسولوا في بنتها وفي راجل بنتها، ونفس الهضره كيكروها: حنا ما عندنا علاقه، ما عندناش نديروا هذا الشيء. ولكن هنا الدرك الملكي كنجمعوا بزاف ديال المعطيات، بزاف ديال الاسئله اللي ما كانوش لاقيين لها جواب. والاهم فيها ان بنتها وراجل بنتها كانوا دائما عندهم مشاكل مع الام ديالها، يعني يقدر يكون عندهم يد في هذه الجريمه. لكن بنتها وراجل بنتها تيقولوا باللي حنا ما عندناش علاقه وما عندناش نقتلوها. الجدرميه هنايا غادي يشدوهم رهن الاعتقال، وفي نفس الوقت كل مره كيسولوهم وكيحاولوا يبحثوا اكثر لربما يلقاو شي دليل. خصوصا انهم ملي مشاو للدار ما لقاو لا اثار ديال الدم، يعني السيده ماتت مطعونه، ما كاين لا دم لا والو، ما كاين لا بصمات لا حتى شي حاجه. يعني بصمات عاديين، واخا لقاو بصمات ديال بنتها وراجل بنتها فراهم عايشين معاها في الدار. يعني هذا هو السؤال اللي كان محيرهم: واش فعلا يكونوا هما اللي قتلوها، او لا السيده تقتلت في شي بلاصه عاجت للدار؟ ولكن فين هو الدم، فين هو الاثار؟ غادي يبقى التحقيق مستمر. غيدوز يومين على هذا الشيء هذا حتى غتدخل واحد السيده للكوميساريه وغادي تقول لهم: انا كنت باغا نجي وكنت في نفس الوقت متردده وخايفه، ولكن انا غادي نقول اللي عارفه. نقول لهم: انا سميتي عيشه وانا المساعده ديال سعيده، كنت عايشه معها في الدار، كنطيب ليها، كنقضي لها الغراضات ديالها، كنظف ليها الدار وعايشه معاها، يعني كنبقى جالسه معاها، مره كنمشي لدارنا. قلت لهم مؤخرا ولات عايشه معاها بنتها وراجلها. ولكن يا سيدي كانوا دائما عندهم المشاكل، ديما عندهم الدبات وعندهم الصداع. هنا للدرك الملكي غيسولوها واش السعيده كان عندها شي كريدي مع شي واحد وكانت داخله في اكتئاب. غتقول لهم السيده ما عندها لا اكتئاب لا حتى شي حاجه، واش هي كتدخل على الالوفات في النهار؟ فاذا كيفاش غادي يجي هذا الكريدي وهي عايشه براكم عارفين باياش؟ يعني ما كاينش عندها الازمه ولا شي حاجه لا تخليها تكتئب. ايوا بنتها قالت لنا هاد الهضره. هنا غادي تقول لهم سيدي بنتها علاقتها معاها خايبه واصلا ما كيتفاهموش وديما الغوات وديما المشاكل. غادي يقول لها: ايوا كيفاش رجعت سكنت معاها هي وراجلها؟ الجيران قالوا بانهم تصالحوا ولا رجعوا يسكنوا معاها. هنا فين غتقول لهم بان واحد النهار جات بنتها هي وراجلها وقالت لها: بغيت حقي في الدار، عطيني حقي نبيعو ودبري راسك انتي. ولكن هنايا قالت لهم باللي سعيده قالت ليها باللي انا ما غاديش نعطيك، ما غاديش نبيع الدار، بغيتيها سكني في ديك الطابق الفوقاني. وكانوا دائما تدي بيناتهم مشاكل، راجل بنتها كيجي كيحشي فيها الهضره وبنتها ما كتهضرش معاها نهائيا. يعني علاقتهم كانت نهائيا ماشي بحال ام وبنتها، ما متفاهمينش، مقاطعين. هاد الهضره هادي كانت كافيه ان البوليس يتاكدوا او يزيدوا يشكوا اكثر بان بنتها وراجلها عندهم علاقه بهذه الجريمه. غادي يواجهوهم بهذه الادله وغادي يضغطوا على بنتها بالاسئله. وفي الاخر البنت كي كنعرفوا بقوه الضغوطات ديال الدرك الملكي، بقوه الاسئله اللي كيوليو يسولوها وينسيوها ويعاودوها نفس السؤال، غادي تنهار وغتعترف لهم بكل شيء. غتقول لهم: حنا اللي قتلنا امي وانا ما ندماناش وهذيك ماشي ام. كيفاش؟ هنايا علاش صفاوها ليها؟
كي قلت لكم الوقيته اللي كانت سعيده دخلت للحبس وعاشت ديك المده ديال 7 سنين هي ورجلها في الدار، كانوا مرتاحين لان راجلها ما قدرش على الكرا وقال لها الدار غير مشدوده نمشيو، بقاو ساكنين وهانيين. الوقيته اللي دازت غتخرج الام ديالها من الحبس وغترجع لدارها، غيوقعوا خلافات ونقاشات، وهنا الام فين غتجري عليهم من الدار. واصلا راجل بنتها ما تقبلش ان امها تبقى داخله خارجه عليها بالرجال وبالمشاكل، يعني هز مراتو ومشى، ولكن ما قدرش على الكرا والمسؤوليه. هنا فين غيعرف باللي مراتو هذيك الدار راه ماشي ديال امها بسميتها، وانما هذيك الدار خلاها المرحوم ديال باها، يعني هذاك الورث ديال امها وديالها، يعني عندها الحق فيه. غادي يقول لها غتمشي طالبي امك باش تعطيك حقك ديال الورث. غتمشي هي وراجلها عند امها، غادي يحاولوا يتصالحوا معاها بالهدنه، وغتقول لها امي انا ما باغا لا مشاكل لا والو، عطاني حقي من الورد ديال با. ولكن امها غتقول لها انا مستحيل نعطيك الدار ومستحيل نبيعها، لانني انا كنترزق منها الله وكذا. قالت لها امي راه ما عطيتينيش حقي ديال الورث غادي نرفع عليك دعوه. ولكن الام قالت لها نقدروا نتفاهموا، انا غنعطيك الطابق الفوقاني سكني فيه انت وراجلك ودبري راسك، انا الطابق السفلي غنعيش فيه، ما تعرفوني ما نعرفكم. وفعلا هادشي اللي غادي يوقع. بنتها وراجلها غيسكنوا الفوق وهي لتحت، غتبقى كتجيب داكشي ديالها، كتجيب الرجال كتجيب البنات، كتجر في الممنوعات، السيده ما تبدلاتش نهائيا. هنا راجلها واحد النهار غيطلع ليه الدم وغيقول لها انا ما قابلش بهذا الشيء، حنا دابا واخا ساكنين في حقك ولكن واش حنا بقى الداخل خارج علينا، وانا كنخاف عليك وكنمشي للخدمه كيبقى بالي معاك. لا لا هاد امك هادي راه دايز فيها القتيله. قالت له كيفاش هاد الهضره هادي اش كتقول؟ قال لها تبعيني في ديك الهضره اللي كنقول لك، امك الا مشينا تصفيناها لها غنديو الاجر، لانها كتخرج على البنات وكدير الوساطه، وهي واحد السيده اللي هي فاسده ويجوز فيها القتل. مراتو كي قلت لكم يعني من الاول موافقه اي حاجه كيقولها راجلها، وبحال اللي فورماطا لها العقل كي كنقولوا، بقات غاده معاه في داكشي اللي كيقول، يعني اللي قالها لها كتقول له ايه، ما عندهاش مشكل نهائيا. هنا غادي يقرروا وغادي يتفقوا انهم يصفيوها ليها. شنو غادي يديروا؟ غيبداو يفكروا شنو غيديروا حتى النهار اللي غادي يعرفوا باللي المساعده ديال الام ديالها غادي تسافر عند والديها. هنا فين غادي يقرروا انهم يتخلصوا من سعيده. سعيده في ديك الوقيته غتكون في الكوزينه، وهنا البنت غتهبط من الفوق غتلقى امها في الكوزينه، غتعيط لراجلها حسن وهبط بشويه راه لتحت في الكوزينه. هو كي غادي يدخل غادي يقرقبوا الدور اللي غادي تدور، غادي يغفلها وغادي يطعنها، وطعنات اللي كانوا خطيرين. يعني السيده ما قدرت حتى تغوت ولا تدافع على راسها، حتى الغوات باش تغوت ما عندهاش الطاقه لانها ضربها بالجهد. يلاه شدت في كرشها هكا وبدات غير كتناني. ديك الوقيته شنو غادي يديروا؟ من بعد ما ماتت غادي يتفقوا، غادي يخرج هو يجيب شي 4 القرايد المقاطع وغادي يسيق ديك الدم وغينظفوا الارض وغادي يخليو حتى يطيح الظلام. غادي يهزوا الام ديالها وغادي يكبوا عليها بيدو ديال ليسونس وغادي يشعلوا فيها العافيه حدا باب الدار. وفي هاد الوقيته هادي غادي يقول لمراتو بداي تغوتي. المراه غتبقى كتغوت، قلت لكم ربي اللي خلقها احر من جهدها حتى الصوت غادي يمشي ليها. وفي هاد الوقيته ملي جاو الجيران لاحظوا باللي الام محروقه، وعاد راجل بنتها جاي كيجري بالمانطا كنبين راسو زعما راه باغي يطفي العافيه. هذه هي الجريمه الكامله. حسن وبنتها هما اللي صفاوها ليها. هنا يدرك الملكي من بعد ما سمعوا الاقوال والاعترافات ديالهم تاكدوا بانهم عندهم علاقه بهذه الجريمه. السبب الرئيسي ديال القتل هو انهم يتهنوا منها وينهيوا لها حياتها لان واحد انسانه فاسده. والوقيته اللي كان كيصفيها ليها حسن فراه كان كيقول الله اكبر، يعني بحال تقول يعني كان كيدير واحد العمليه استشهاديه، يعني السيده كان كيصفيها ليها زعما راه غيدير الاجر. وخلاص مراتو اللي هي بنتها كانت معاوناه. سمعوا الاقوال والاعترافات ديالهم بجوج، حالوهم على النيابه العامه، كل واحد غادي ياخذ الحكم المناسب ليه. بالنسبه لراجل بنتها غيتحكم عليه بالسجن المؤبد، اما بالنسبه لبنتها فغتاخذ 25 سنه نافذه. كانت هذه القضيه ديال اليوم. اكتبوا لي الاراء ديالكم في التعاليق. واش توقعتوا باللي بنتها وراجل بنتها عندهم علاقه بهذه الجريمه؟ واش كانت كتستاهل سعيده انها تموت بهذه الطريقه؟ واش فعلا حسن كان الهدف ديالو انه ينظف الوساخه ديال الام ديالها نات منها والمجتمع، اولا كان الهدف ديالو الدار؟ هادشي كله بغيتكم تكتبوا لي في التعاليق ديالكم، وما تنساونيش من الدعوات ديالكم، وغادي نقول لكم كنبغيكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي قضيه جديده. السلام عليكم.